إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. وهي البريئة ربة العرض الحصين في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين. سادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جدد تحية لحضراتكم ونشكر الزملاء في استوديو القاهرة من قناتكم صفا. وكان ضيوفا على أسامة خضر فضيلة الشيخ محمد حسان الداعي الإسلامي المصري الكبير، وكذلك الشيخ حسن الحسين الداعي الكويتي الكبير، لهم الشكر على مشاركتهما لنا في هذه الحملة. وأشكر مشاهدي الكرام من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كل القنوات التي انضمت إلينا وتنضم إلينا الآن مشاركة ونصرة لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وأرضاها، ومنها قنوات الحكمة والدرة والحافظ ونسائم الرحمة والدانة والساحة وأثال وأعمال ومكة وصلة وأوطان وغيرها من القنوات التي تنضم إلينا في هذه الحملة، حملة أبناء عائشة اتباعا من استديوهات قناة صفا بالرياض. اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن نرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور وليد الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود بالرياض. نرحب بك دكتور وليد. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. أهلا بك دكتور وليد. ندخل بالموضوع مباشرة لضيق الوقت. يعني هناك من يتهم صفا صاحبة هذه الحملة التي بدأناها بفضل الله في رمضان الماضي عقب هذا الاحتفال الذي أجراه ذلك الذي يدعى الحبيب. كان أجرى احتفالا بيوم هلاك عائشة. انطلقنا من هذا الاحتفال لنصحح العقائد لدى قوم يحسبون على الإسلام. هناك من يتهم أو يقول يتحدث، لا نقول يتهم، يتحدث عن هذه الحملة أنها فيها طائفية وغير ذلك. وجهة نظركم بصراحة وأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحصيها أحد. ومن هذه النعم أن الإنسان قد يبتلى بشيء من الضراء يظن أنه شر له، والله تعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. ومن هذا المنطلق، قبل أن أنطلق في الجواب على سؤالك هل ما تقوم به قناة صفا وسائر القنوات المباركة الأخرى التي تنهج مثل هذا المنهج الواضح، نعم، أحب أن أبين كلمة قلتها وما زلت أقولها: متى ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ذكرت البركة ويذكر الخير، لأن الله تعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذا كان في أقصى موقف لعائشة يقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كيف في المواقف الأخرى؟ ولذلك حصل من الخير في مثل هذا الأمر ما لو استجمعنا جميع جهودنا إلى أن نحقق هذا الخير لما استطعنا أن نصل إليه. قبل أن أجيب هل ما نقوم به أو ما تقوم به قناة صفا وغيرها وسائر علمائنا وشيوخنا وإخواننا من هذا المنهج الرشيد، يجب أن نعرف للناس ما هي الطائفية، لأن الناس يسمعون بها لكن لا يعرفونها. نعم. كل شيء ممكن يقول لك والله إني أرمي عليك هذا الكاس طائفية، وممكن إني أشيل هذا الورق طائفية، وممكن أتكلم على سيد محمد صابر طائفية. نعم. إذا ما هي الطائفية؟ نسمع بالطائفية، نسمع بالقومية، نسمع تصارع الأديان وصراع الحضارات وإلى آخره. فما هي الطائفية؟ الطائفية باختصار نقربه للناس هو الانحياز لطائفتك بالتثريب على طائفة أخرى من أجل التشويه، القضاء، الإبادة، الاستئصال لهذه الطائفة بكافة أنواع التحريض
الذي تصل إليه. نعم. طب سألك سماحة الدكتور، معنا على الهاتف مشاهدينا الكرام في هذه الحملة المباركة، حملة قناة صفا من استديوهات قناة صفا بالرياض، سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سماحة المفتي. السلام عليكم. سلام. يعني لك التحية. الو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يعني نحن يعني من استديوهات قناة صفا، يعني سماحة الشيخ، يعني أبناء عائشة حملة قد أطلقتها صفا للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين. يعني ماذا تقول في هذه المناسبة؟ يعني يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، يعود اللقاء أو الاتصال بسماحتي مرة أخرى. تفضل سكوت. إذا نرجع، إذا هذا هو تعريف الطائفية. نعم. طيب، نحن الآن ننظر إلى ما يقوم به منهج قناة صفا وسائر القنوات الأخرى. نعم. هل هي نوع من الطائفية أم هي نوع من الذب والذود عن معتقدك، عن أفكارك، عن ما تتبناه أنت، عمن تحب أنت، بحيث أنك تزيل الصورة التي يشوهها الآخر تجاه مثل هذا الأمر بالباطل بأي صورة مثلا. خلنا نكون واقعيين. يعني خلنا نقول هب أنه حق، فيا نؤيد أنه الحق أو نزهق ما هو باطل. فأنا الآن لما أدافع عن أناس أحبهم وأحبهم دينا، هم يحبون لذواتهم ويستحقون الحب لذواتهم، لكننا زيادة على ذلك نحبهم لدينهم. لماذا؟ نعم. ناخد سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. يعني لك التحية سماحة المفتي. الموضوع يعني كنا يعني في صفا، ونحن الآن في استديوهات صفا في الرياض، يعني أعلنا حملة لنصرة أم المؤمنين بعد أن قام بسبها ذلك الشيعي، ويعني اتهم بأنها في النار مخلدة خالدة، وسبها بأقذع الألفاظ هو ومن على شاكلته. يعني كنا نود مشاركتكم بالرأي والنصيحة والمشورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معشر المسلمين، معشر المستمعين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إخوتي المسلمين، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، هذه المرأة المسلمة المؤمنة التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى بها بالمدينة وتوفي وفي حجرها، وكان من أحب النساء إليه. هذه أم المؤمنين طاهرة مطهرة، قد برأها الله من فوق سبع سماوات أما قالها فيه المنافقون وضعفاء البصائر. أنزل الله في براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الواجب علينا محبة أصحاب رسول الله جميعا، واعتقاد سبقهم وسبقهم وجهادهم وهجرتهم وما قاموا به لنصر هذا الدين وإعلاء دين الله. فهم رضي الله عنهم الواسطة بيننا وبين نبينا في تبليغ شرع الله، بلغونا كتاب الله كما سمعوا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما سمعه النبي من جبريل وسمعه جبريل من محمد من رب العالمين. بلغونا سنة نبينا القولية والفعلية، نصروا هذا الدين ودافعوا عنه بكل ممكن بأنفسهم وأموالهم. أثنى الله عليهم في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على التابعين لهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب على المسلمين محبة أصحاب رسول الله ومحبة الزوجات الذي قال الله وأزواجه أمهاتكم، فمحبة عائشة وسائر أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وصفية وجويرية وميمونة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة كل أزواج النبي نحبهم ونثني عليهم ونعلم مكانتهم وسابقتهم ومحبة رسول الله لهن جميعا. إن القدح في أم المؤمنين والقول فيها القول البذيء لا يصل من قلب فيه إيمان أبدا. الذي في قلبه إيمان يحب أم المؤمنين ويترضى عنها ويعلم لها سابقتها وفضلها. لقد كانت مصدرا للعلم ويستفيد المسلمون منها. أصحاب الرسول يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أمور دينهم، فالقادحون فيها والسابون لها والقائمون تعذب. كل هذه فرية وكذب ودجل وضلال، ولكن الله جل وعلا أراد أن يكشف حقيقة أولئك ويهتك سترهم ويبين من طوت عليه قلوبهم من العداء لله ورسوله ولأصحابه الكرام. فأم المؤمنين مبرأة من فوق 7 سماوات بتبرئة الله لها وتزكية الله لها. فمن شك في طهارتها ونزاهتها وعفتها فإنه مكذب لله ورسوله. فالطائنون فيها والقارعون فيها إنما هم مكذبون لله ورسوله رادون قول الله ورسوله. فالله أثنى عليها وترضى عنها وبرأها من فوق 7 سماوات، فما بال أناس يقدحون فيها ويدعون جهلا أنها تعذب. شرفها الله وحماها، فإن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يعلم حالها وحال أبيها وأمها ويعلم ما هي عليه من الخير والصلاح والتقى رضي الله عنها وأرضاها. فالواجب على متقى الله وعلى أولئك يتراجعوا عن باطلهم وينوبوا إلى ربهم ويجددوا إسلامهم. فإن القدح بأم المؤمنين قدح في القرآن وتكذيب للقرآن، تكذيب لرب العالمين، ولا يليق هذا بمسلم ذاق حلاوة الإيمان. فأدعو أولئك إلى التراجع والندم والتوبة النصوح والإقرار بأن ما قالوه خطأ وكذب وافتراء وضلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجزي أصحاب رسول الله عن المسلمين خيرا ويجزي أمهات المؤمنين عن المسلمين خيرا. وصلى الله على محمد. سماحة الشيخ، يعني ماذا على المسلم لنصرة أمه أم المؤمنين؟ عليه أن يدافع عنها وينشر فضلها ومكانتها وينشر تفسير المسلمين في آيات الإفك وما حصل به من الحق ودحض الباطل. عليه ينصرها بقوله ويبين فضائلها وألا يصغي لأولئك الذين يمدحون بها القادحون فيها والمسيئين لها. هم بالحقيقة ظلموا أنفسهم، هم المشرف وأتقى لله، ولكن هذه الأمور كشفت عن الحقائق وأنه لقوم في قلوبهم نفاق. ولذا قال الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هؤلاء تكلموا بمن طوت عليه ضمائرهم من عداء لله ورسوله. أم المؤمنين يقدح فيها زوجة رسول الله، مات النبي بين حاقنتها وذاقنتها، جمع الله بينها وبين ليقه وليقها في آخر حياتها آخر حياته. فكيف يجوز لنا أن نقدح فيها أو نتكلم فيها؟
نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، كان معنا عبر الهاتف من استديوهات قناة صفا برياض. شكرا جزيلا لسماحته.